في الفيديو غادي نعطيك كيفاش تخلي العادة ما كتقاومش وتستمر فيها أكثر مدة ممكنة وما تقدرش تحبس ديك العادة، بحال مثلا أنك تبقى تريني ديما، أولا مثلا تقرا كتاب ديما أولا تقرا قرآن ديما، يعني العادة ما غتقدرش تحبسها. هادشي اللي غنقولك دابا راه خلاني نحافظ على بزاف د الحوايج وما نحبسهمش لمدة طويلة. نبداو. السلام عليكم، معك حمزة. فيديو جديد. فكرة المحتوى هي انني نقرا كتاب وداكشي اللي استفدت منه ونفعني يجي نبارطاجي معكم باش حتى نتوما تستافدوا، ولاش لا حتى نتوما ينفعكم. أربعينيات القرن العشرين واحد العالم هولندي الاسم ديالو نيكو، هذا اللي كيبان لكم في الصورة حاليا، دار سلسلة من التجارب وغيرت الفهم ديالنا على اشنو كيحفزنا باش اننا نديرو العادة اللي فيه ليه خايد جوائز نوبل على الابحاث ديالو، وكان كيدرس النوارس الفضيه. هاد اللي كتبان لكم في الصوره، وهاد الطيور كتكون عندها نقطه في المنقار ديالها اللي هي نقطه حمراء. ولاحظ هاد العالم ولاحظ ان الطيور الصغيره اللي يلا كتخرج من البيض اللي كانت فيه كتبدا تنقر على المكان النقطه الحمراء في المنقار ديال الام ديالها في اي وقيته كتكون باغيه تاكل. هاد العالم دار تجربه على انه يصوب منقار بالورق اصطناعي على شكل رأس ودار فيه نقطة حمراء. ملي مشاو الآباء ديال دوك الأفراخ الصغار وحط داك الرأس المزيف، وكان كيظن أنه دوك الأفراخ الصغار ما غيعرفوه بأنه راه ماشي حقيقي وما غيدير والو، ولكن وقع العكس. ملي حط داك الرأس المزيف الطيور الصغيرة بقات كتنقر على النقطة الحمراء باش أنها تاخد الطعام، ولكن داك الرأس والنقطة الحمراء كانوا واضحين مزيفين، كانوا واضح بأنه راه ماشي حقيقيين. ولكن واخا هكاك دوك الطيور الصغيرة بقات كتنقر على مكان النقطة الحمراء. وهادشي كيبين بأنه بحال عندهم برمجة على داك السلوك، أنه ملي يشوفوا نقطة حمراء ينقروا عليها غادي يحصلوا على الطعام. هادشي جاي وراثي. وهاد العالم عاوتاني قرر بأنه يدير نفس الرأس المزيف، ولكن هاد المرة يدير النقطة الحمراء تكون كبر من النقطة الأولى اللي كان دار. وفاش دارها لاحظ أن الطيور زادت الرغبة ديالهم للحصول على الطعام، وبقاو كينقروا على النقطة الحمراء بسرعة أكبر من مقارنة مع النقطة الأولى اللي كانت صغيرة. واكتشف نيكو أنه كلما كبرت النقطة الحمراء كلما كتزاد الرغبة ديال الطيور الصغيرة باش أنها تحصل على الطعام، وكتزاد السرعة ديال النقر ديالها على النقطة الحمراء. واكتشف أيضا بعض الحيوانات عندها تقريبا نفس السلوك، بحال مثلا الإوزة حتى هي كدير نفس السلوك، كدير العش ديالها في الأرض وكتجمع البيض ديالها كديرو في داك العش. وملي كتخرج الإوزة وكترجع كتلقى البيضة ديالها خارجة من العش ديالها، كتبدا تدحرج فيها باش أنها تدخلها المكان ديال العش ديالها. وهاد العالم شنو دار؟ قال غادي يحط واحد الكرة كتشبه البيضة وغيحطها حدا العش خارج العش. وملي دارها، ملي جات الإوزة دفعت داك الكرة، واخا ماشي البيضة ديالها واخا هكاك دفعتها. وفين ما كيوقع هادشي كتخرج البيضة ديالها كتدفعها، وفاش حط البيضة المزيفة حتى هي دفعتها. وقرر أنه يحط بيضة أو شبه بيضة كبر من الحجم اللي حط في الأول، وبغى يشوف ردة الفعل واش غتحبس أو لا غتدفع حتى هي تدخل العش. ودارت نفس الشيء اللي دارت في الأول، واخا الكرة كبيرة كتشبه البيضة ولكن هي ماشي بيضة، فقط بيضة مزيفة والحجم ديالها كبير، واخا هكاك دارت مجهود باش انها تدفع ديك البيضة. في الاول كان كيعتقد بانه الا حط شي حاجه اللي ماشي هي حقيقيه، الا حط شي حاجه من غير البيضه الاوزه ما غدير والو وغتمشي، ولكن وقع العكس. هادشي كيعني بان كل حيوان عنده قاعده ديال واحد السلوك معين كتجي معاه وراثيا. فاش كتكون شي نسخه مبالغ فيها كتكون الاستجابه اقوى من النسخه العاديه. وكذلك البشر معرض نفس الشيء، فاش كتكون شي نسخه مبالغ فيها طبق الاصل كتكون الاستجابة قوية مقارنة مع الأصل. بحال الطعام مثلا كلما كان مبالغ في الشكل ديالو أو لا في السعرات الحرارية ديالو كلما كتزاد الرغبة ديال الإنسان بأنه ياخذ.
المشروبات الغازية كذلك، الكحول كذلك، ألعاب الفيديو كذلك، أي حاجة كتكون مبالغ فيها راه الإنسان كتزاد الرغبة ديالو والاستجابة ديالو أقوى من الأيام العادية. غالبية الأطعمة كتكون فيها السعرات الحرارية طالعة والدهون طالعين باش أنك تحس بواحد السعادة كبيرة وتبقى تقلب على المزيد باش أنك تزيد وما غتساليش، مقارنة مع الطعام العادي اللي فيه السعرات الحرارية الكافية والدهون الكافية والسكريات الكافية. وهذا مثال على القانون الثاني يجعلها جذابة. يعني كلما كان داك الشيء جذاب كلما كتستجب لداك الشيء باش انك دير سلوك معين او شي حاجه، وكلما كانت جذابه كلما كتزيد الاحتماليه ديال انك باش دير داك السلوك وتواظب عليه. غادي نشوف المجتمع الحالي فيه جميع المغريات وداكشي اللي كتشوف مبالغ فيه، بحال مثلا الحوايج مصورين بطريقه مبالغ فيها والاضاءه مبالغ فيها باش ان داك اللباس يثير الانتباه ديالك وتاخذيه. والاكل كذلك مقادلو الشكل مزيان ومصورينه مزيان والاضاءه مزيان ومقادلينه مزيان ببرامج الفوتوشوب باش انه يثير الانتباه ديالك وتاخذيه. السوشيال ميديا كتعطيك السعاده مبالغ فيها، ملي كتحط شي بوست اولا شي تصويره فراه كتلقى الاعجاب اكثر من الواقع، كتلقى كلشي كيقول لك كلمه زوينه شي حاجه بحال هكا. وحتى من سكرولينغ ديال الفيديوهات ديال انستغرام كيعطيوك واحد الكميه ديال الدوبامين اللي يخليوك انك تحس بواحد السعاده خياليه وما تقدرش تخرج من داك البلاتفورم. يعني كلما كانت جذابه وكلما كانت مبالغ فيها كلما كتزاد الرغبه ديالك باش انك دير داك السلوك. وهادشي اللي كيخليك كاع ما تحبس السكرولين وتبقى النهار كامل وانت كتسكرولي بلا ما تحس وكيكون عندك عادي. لانه في المواقع الاباحيه كيديروا لك سيناريوهات خياليه مستحيل توقع في الواقع باش تحس بواحد المتعه خياليه واللي مؤقته وباش تبقى اكثر مده ممكنه كتفرج في داك السيت. وإلا بغيتي تزيد انت الفرصه ديالك باش دير داك السلوك خليه جذاب. من خلال الشرح ديالي للقانون الثاني اجعلها جذابة، الهدف هو أنني نخليك دير عادة ما كتقاومش وتستمر عليها أكبر قدر ممكن. والهدف ديال كل عادة هو الدوبامين، لأن ببساطة إلا ما كانش دوبامين مستحيل دير داك السلوك أو العادة اللي انت باغي دير. إلا كنتي باغي تاكل وديك الماكله ما كتعطيكش واحد القدر من الدوبامين فراه مستحيل تبقى كتاكل. اولا مثلا مشيتي كتجري اولا كتريني وما خديتيش الدوبامين فراه مستحيل تعاود مره اخرى تجري. وكذلك على كل شيء. واحد التجربه داروها الفأر منعوا افراز الدوبامين في الدماغ ديال الفأر، والفأر فقد الرغبه ديالو نهائيا في العيش، مبقاش عنده دافع اللي يخليه باش انه يحصل على الطعام ومبقاش عنده الرغبه في حتى شي حاجه. وبعد تقريبا 3 ايام مات داك الفأر بسبب العطش. فملي كيغيب الدوبامين فراه كتموت الرغبه ديالك باش انك دير السلوك او الفعل، وبلا رغبه فراه كيتوقف الفعل. العاده عباره عن حلقه مدفوعه بالدوبامين، وكل سلوك كيؤدي العاده، بحال مثلا تعاطي مخدرات او الشراب او التدخين او شي حاجه بحال هكا او سكرولينغ في انستغرام او في تيك توك. بلا دوبامين راه ما غاديش تسكرولي، وبلا دوبامين ما غتضيعش وقتك في فيسبوك اولا في تيك توك اولا شي بلاتفورم ديال سكرولينغ. يعني ما غدير والو. ولا بغيتي تخلي العاده كاع ما كتقاوم خليها جذابه، بمعنى مثلا كتعجبك الموسيقى كتسمع الموسيقى بزاف، ربط الموسيقى مثلا بالجري او بالقراءه. مثلا باغي تجري وانت كتعجبك الموسيقى، دير الكيش في ودنيك ولبس حوايجك وخرج جري، وغتكون عندك هاد العاده ديال الجري مرتبطه بالموسيقى، وهذا الشيء غادي يحفزك باش انك تستمر في هذا السلوك. وغتولي عندك عاده ديما تجري وكتسمع الموسيقى وما غاديش تحس بديك الصعوبه ديال العاده اللي باغي دير واللي هي كتجري. علاش؟ لانه كاين محفز اللي هو الموسيقى اللي هي كتعجبك. مثلا كتعجبك الماكله اللي كتكون ديال الزنقه، دير مع راسك انك
تجري، وملي تجري وتسالي رجع كل ديك الماكله اللي كتعجبك. وفي هذا الشيء وبهذا غيكون عندك محفز اللي هو انك ملي غترجع غتاكل الماكله اللي كتعجبك واللي هي ديال الزنقه. يعني فيما غتبغي تاكل ديك الماكله غتقول خاصني نمشي نجري، وغتجري وغترجع، غادي تكافئ راسك. وهادشي غيخليها بانها تعطيك واحد الكميه ديال الدوبامين اللي هي كبيره، وغادي تسنى غفوكاش تعاود نفس السلوك، وغتولي عندك العاده ديال انك تجري. بخلاصه بغيتي دير شي سلوك اولا شي عاده معينه خليها جذابه، بمعنى خلي شي حاجه اللي تحفزك باش دير داك السلوك. قول مثلا ملي غندير هاد السلوك غنكافئ راسي بديك الحاجه، اولا مثلا كتعجبني هاد الحاجه اللي كنديرها ديما وما كتعجبنيش، بحال مثلا سكرولينغ، اولا مثلا كتفرج في فيسبوك بزاف ولا يوتيوب بزاف شي حاجه اللي تافهه. حاول تدخل محتوى هادف لا يخليك تستافد من الوقت ديالك، وما تبقاش كتفرج فقط غير في التفاهه. وفي نفس الوقت غتكون جمعتي شي حاجه اللي كتعجبك وشي حاجه اللي غتنفعك. الحاجه اللي كتعجبك هي انك عجبك تفرج مثلا بواحد البلاتفورم، والحاجه اللي غتنفعك هي انك كتفرج في محتوى هادف، اولا كتعلم شي حاجه ولا شي مهاره. اسمع الكتوبه اولا شي حاجه بحال هكا. يعني خلي السلوك جذاب، وفقط كنعطيك امثله، اما انا راه ما غنعطيكش كيفاش دير، وانما كنوريك كيفاش غدير. وحتى هنا هذه هي النهايه ديال الفيديو، وهذا ما كان. كنبغي نشكرك الى وصلتي حتى لهنايا، وما تنساش تخلي ليا اشتراك في القناه ولايك، وتخلي ليا تعليق زوين ولا خايب كيف ما كان. وهذا ما كان معك حمزه. الفكره ديال المحتوى هي انني نقرا كتاب، وداكشي اللي استفدت منه ونفعني نجي نبارطاجيه معكم باش حتى نتوما تستافدوا، وعلاش لا حتى نتوما ينفعكم. ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.